السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لاباس عليكم بخير؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى يا رب انكم تكونوا في صحة جيدة. بغيت نتحدث لكم اليوم على هاد الاداة هادي اللي دارو اللي كتنفع بزاف. كان قليل فيكم اللي غادي يكون كيعرفها. المهم هي لاش تصلح الدراري الصغار، الرضع، الاطفال اولا الرضع، خصوصا الرضع فاش كيضربهم البرد وكيتسدوا لهم المناخر ديالهم بالمخاط. مناخرهم كيضربهم البرد، المناخر ديالهم ما كيبقاوش قادرين يتنفسوا منهم، كيتسدوا بديك المخاط. كي الدراري الصغار الرضع ما كيعرفوش ينظفوا الانف ديالهم ويرميو داكشي في المنديل، ما كيعرفوش. وخصوصا الا ضربهم البرد كيبقاو يتخنقوا كاع، خصوصا هكا فاش كيبقاو يرضعوا من الفم ديالهم ما كيبقاوش يلقاو كيف يديروا يهزوا الهواء من الانف، لان الانف كيكون سد بالمخاط حيت ضربهم البرد. ومن الافضل انكم تحضروا وليداتكم، الوقايه خير من العلاج. الا بغيتي تبدلي للرضيع ديالك سدي الغرفه د البيت وبدلي ليه بسرعه، وما تبقايش مرات تلبسي ليه حوايج شويه مرات تعريه، داكشي راه كيخليهم يضربهم البرد وكدوز علينا ديك الساعات بالصهير وبالسخانه وبالكارثه كحله. المهم هذا كيتستعمل مع الماء د البحر، واحد القاروره سميتها ماء البحر المالح. الماء د البحر كتباع في الصيدليه، كدير تقريبا في المغرب شي 65 درهم. كتنفع بزاف والله العظيم. تهنيكم الدراري الصغار حيت تيتعذبوا، والله الا كيتعذبوا كيتخنقوا. هذاك ماء البحر كتشتشو ليهم في الانف ديالهم مباشره من القاروره، كتشتشو في الانف ديالهم بديك الماء د البحر، وديك المخاط تيذوب بديك الماء د البحر كيكون مالح، ولينا خص تشريوه من الصيدليه. ديك المخاط اللي في الانف تيذوب، منين كيذوب عاوتاني ما ديك المخاط اللي في الانف كيكون داكشي باش كيكون عامر الانف تيكون صعيب انه يخرج. والاطفال الرضع ما كيعرفوش يسوسوا مناخرهم في المنديل، تما كيجي الدور ديال هذا. كيتخشى هذا في الانف، عند الرضيع كيتخشى في الانف، وهذه هاد الجهه هذه كديرها في الفم ديالك وكتمصي. ما تخافوش راه ما عتمسوا حتى حاجه، حيت داكشي كيجي من هنا ويحصل هنا، ما غاديش يجي لك باش تاكليه ولا شي حاجه. ما تخافوش كاع من داكشي. اذا هذه كتخشيها في واحد الجيب الانفي وكتمصي بهذه وكيتنظف ليهم الانف ديالهم وتيرتاحوا وما كيبقاوش يتخنقوا، خصوصا في الرضاعه. كينفع بزاف. وبالنسبه للثمن ديال هذا كيتباع بوحدو. الثمن ديالو في المغرب ديك 50 درهم، 51 درهم تقريبا، حتى 55 درهم كان. المهم ما كيفوتش 55 درهم هذا. المهم عقلت على الثمن، ولاني ما عقلتش بالضبط واش 51 درهم واش 55 درهم. المهم ما بين 50 درهم و 55 درهم. وراه كيتحل من هنا باش تنظفوه راه كيتحل من هنا، ومن هنا ما بغاش يتحل ليا، واخا كدور ما بغاش يتحل. المهم هنايا الا كانت حاصله شي حاجه وما بغاش تنظف لكم مزيان، تقدروا تجيبوا ديك العود ديال الودنين باش ينقيو الودنين وتنقيوه من هنا. اذا كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو، وشكرا. الى استفدتوا كنتمنى انكم تضغطوا الاشتراك وزر الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا.